السلام عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. الفيديو اللي فات يا جماعه المشاهدات كانت عليه قليله جدا، مع ان شيئين يعني انا عارفه ان اغلبكم بتحبوه وبتحبوا تجيبوا منه. فده كان ريفيو عن الحذايه بتاعت شيئين واعتقد يعني ان هو مفيد. فياريت تكتبوا لي تحت اللي ما عجبكوش في الفيديو. لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس وتختار اول، علشان يا جماعه ناس كتير قوي بيشوفوا الفيديوهات ومش مشتركين في القناه، نسبه كبيره جدا اغلبكم تقريبا بيشوفوا الفيديو ومش مشتركين في القناه. فبليز اشتركوا في القناه عشان تدعموا القناه وعلشان القناه تقدر تستمر كده. من غير رأي كتير يلا نبدا الفيديو. فيديو النهارده انا حاولت كده اجمع لكم اكتر مويسترايزرز او مرطبات للبشره بستخدمها في الصيف من براندات مختلفه واقارن بينها. انا عارفه ان الفيديو ده انتوا بتحبوا موضوع المقارنه بين انواع المختلفه من المنتجات، فجربت الحاجات دي لفتره وحابه اشارككم تجربتي معاكم علشان يمكن تستفيدوا منها. اول نوع استخدمته من تيلوفيل، وده كانت كميته 50 جرام وسعره حوالي 250. هو فيه فريجرانس يعني ليه ريحة كده قوية، ريحة عطر يعني. وده قوامه اهو، يعني بصوا قوامه مش خفيف قوي، يعني قوامه تقيل شوية وبياخد وقت شوية عقبال ما البشرة تمتصه. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بشرتي مختلطة مايلة للجفاف، فالكريم ده هو تقيل شوية على بشرتي. هو البشرة يعني بتمتصه بعد فترة، وبعد فترة يعني وبعد كده كام ساعة يبقى فيها لمعان. هو مكوناته في سيراميد وكولاجين ونياسيناميد وريتينويد. بصراحة مكوناته هايلة وقوية جدا. الريتينويد اللي بيجدد البشرة وتحفز انتاج الكولاجين، النياسيناميد اللي هو بيوحد لون البشرة ويفتح، في كمان السيراميدز اللي هي بتقوي حاجز البشرة. فهي مكوناته هايلة جدا. بس بصراحة يعني انا بعد استخدامه بفترة انا ما حسيتش بفرق فظيع، يعني هي العلبة قربت تخلص فهو محتاج ان انا استخدم منه كذا علبة. الكريم ده ما يتحطش غير بالليل لان هو فيه ريتينويد، فالريتينويد دي ما ينفعش تتحط في النهار. انا بحطه اخر خطوة في السكين كير روتين بتاع بالليل قبل ما انام، بعد ما احط كل السيرمز اللي انتوا عارفينها وروحوا شوفوا الروتين الليلي بتاعي. بحط اخر خطوة المويسترايزر ده عشان هو ده اللي بيرطب البشرة، واسيبه طول الليل واصحى الاقي بشرتي مترطبة فعلا وحلو جدا. تاني كريم بعد كده جلامي لاب، وده اسمه هايدرا انتنس كريم. برضو ده كميته 50 جرام من شركة باركفيل. انا جبته من على السايت بتاعهم، وهو كان سعره على السايت 290 جنيه وكميته 50 جرام زي تيلوفيل كده، بس هو اغلى شوية من تيلوفيل. ده كده قوامه، بصوا قوامه بصوا عامل ازاي، خفيف قوي زي السايل كده يعني اهو. بصوا قوامه خفيف قوي. بصوا يعني لما بحطه كده هو بياخد برضو شوية عقبال ما البشرة تمتصه، مع انه هو خفيف ياخد مثلا ياخد له يعني دقيقة كده او اقل من دقيقة عقبال ما البشرة تمتصه. ريحته كده على ورد، فيه فريجرانس يعني. برضو خلي بالكم الناس اللي بشرتها حساسة يا جماعة ما ينفعش خالص تحط كريمات فيها اي برفيوم او فريجرانس زي جلامي لاب وزي تيلوفيل، لان الريحة بتاعتهم قوية. فخلوا بالكم من الحكايه دي. يعني دي الحاجات دي بتلهب الوش شويه او بتعمل حرقان او التهاب للجلد. مكوناته كلها حاجات مرطبه، يعني هو ما فيهوش حاجه اكتيف انجريدينتس زي التيلوفيل. يعني التيلوفيل ده فيه حاجات فعلا بتعمل يعني بتقوي حاجز البشره وتحفز الكولاجين مش عارفه ايه والكلام ده، لكن ده مرطب بس ما فيهوش اي حاجه تاني. ميه طبعا، بانثينول، الوفيرا، فيتامين اي والعسل. فهو مرطب حلو للبشره، بس اول ما بتحطيه بتبقى البشره ستيكي شويه، بس بعد كده البشره بتمتصه وبيبقى حلو جدا. يعني هو حلو مع البشره العاديه او الجافه
او المختلطه المايله للجفاف، لكن ما اعتقدش هيبقى كويس مع البشره الدهنيه او البشره اللي هي بتطلع حبوب. الكريم اللي بعد كده من سكين سايد، ده كلمتكم عنه لان كنت جايباه من فتره كبيره. هو برضو كميته زي الاتنين اللي انا اتكلمت عليهم قبل كده، كميته برضو 50 ملي او 50 جرام. سعره برضو فوق ال 200 جنيه تقريبا 228 جنيه. يعني هتلاقوا سعره على الويب سايت بتاعهم، هتلاقوا اغلى حاجه هيبقى تقريبا حاطينه ب 320 جنيه، مش عارفه ليه. يعني انظر حولك يا سكين سايد، يعني انت كل المرطبات يعني ماكسيمم 220، يعني ليه تحط 320 على 50 ملي ومرطب عادي جدا، يعني مفهوش اي حاجه سوبر، يعني ما بيعملش حاجه فظيعه. فلازم يراجعوا نفسهم في الاسعار دي. لكن هتلاقوه على بقى نون والحاجات دي هتلاقوه ارخص من سعره على الويب سايت، يعني هتلاقوه من 220 ل 250. فدي حاجه غريبه جدا، يعني اول مره اشوفها. برضو ليه ريحه برفيوم، فيه فريجرانس برضو عالي، فبرضو اصحاب البشره الحساسه مش هينفع يستخدموه. قوامه يا جماعه برضو عشان تشوفوا، هو برضو قوامه خفيف، يعني زي كده تقريبا جلامي لاب، وبيتفرد بسهوله والبشره بتمتصه بسرعه. يعني هو حلو، عادة ان ريحته قويه. يعني بعد ما بتحطيه بفتره البشره ما بتزيدش، ما بتطلعش دهون، فده كويس للبشره المختلطه. مكوناته برضو فيه فيتامين اي، شيا باتر، سيراميد وهايلورونيك اسيد، فدي حاجات مرطبه كويسه قوي. سيراميد ده بيقوي حاجز البشره. في برضو نياسيناميد بس بنسبه قليله قوي. وفي جرين تي، شاي اخضر والوفيرا، بانسينول، كان كلها بانتينول، جليسرين، الحاجات اللي هي المرطبه. هو كويس طبعا بس سعره يعتبر غالي لو على الويب سايت. لو هتجيبوه في الابليكيشنز التانية في حدود ال 220 فهيبقى عادي، يعني هيبقى اوكي زي بقية الكريمات اللي اتكلمنا عنها. برضو اصحاب البشرة الحساسة ما ينفعش يستخدموه. الكريم اللي بعد كده مويست وان، اعتقد ان هو خد شهرة الفترة الاخيرة. هو بصراحة يا جماعة كريم تقيل، يعني هو حلو بس كريم تقيل، عايز شتاء، عايز بشرة جافة جدا، يعني ما ينفعش بشرات الدهنية خالص او حتى المختلطة. يعني انا مثلا بشرتي مختلطة مايلة للجفاف، ممكن برضو استخدمه كاخر خطوة في الروتين الليلي بتاعي قبل ما انام، عشان يعمل ترطيب عالي لبشرتي، واللي هو تاني اول ما اصحى اغسل وشي. ما ينفعش يتحط خالص خلال اليوم. ده كميته 100 جرام، يعني ضعف الكميات الكريمات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، يعني كميته كبيره. وسعره 149، يعني ارخص من الكريمات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، فيعتبر سعر حلو وكميته حلوه جدا. هو ملوش ريحه ودي حاجه كويسه جدا، يعني حاجه طبيه فكويس للبشرات الحساسه. مكوناته كلها حاجات مرطبات، جليسرين وشمع عسل، ثنائي اكسيد التيتانيوم، البابونج، وزيت زيتون، بانثينول، زيت بذر الكتان، فكلها حاجات مرطبات قوية للبشرة الجافة. المرطب اللي بعد كده من ايفا، من اللاين بتاع سكين كلينيك، وده هايلورونيك اسيد داي جيل. يعني المفروض هو بيستخدم في النهار، وهو جيل مش كريم. جيل شفاف خفيف عامل زي المية كده. ده كميته 45 ملي، وسعره على الويب سايت بتاع ايفا 187 جنيه. ممكن تلاقوه ارخص في ابليكيشنز تانية. ليه ريحه كده فريجرانس برضو قويه شويه، الفريجرانس بتاعته زي بالظبط ريحه الغسول بتاع ايفا بالهايلورونيك اسيد لو انتوا استخدمتوه. هو حلو ان هو ترطيب، بس ترطيب لحظي، زي بالظبط السيرم بتاع الهايلورونيك اسيد بتاع ايفا، ده بتحطيه وتحسي ان هو ترطيب لحظي كده وخلاص. هو بيعمل كده ملمس ستيكي، الناس اللي مش بتحب الحكايه دي مش هيعجبها. هو لطيف بس هو مش مرطب، يعني هو تحسي ان انتي تحطيه بتحسي بس ان انتي البشرة كده جلوي وستيكي شوية. حلو على فكرة تحت الميك اب، انا جربته تحت الميك اب حلو، يعني ممكن تحطيه كخطوة زي برايمر كده تحت الميك اب، لان هو عشان زي ما بقول لكم ستيكي فبيثبت الفاونديشن وبيخلي بشرتك تحسي انها كده سموز ناعمة كده.
كويس ومش بيخلي البشرة بتلمع، يعني فاهمين، مش بيطلع دهون. حلو قوي كمان في الصيف في النهار ان انتي تحطيه حاجة عايزة ترطبي بشرتك كده وبشرتك ما تلمعش او ما تدهننش، برضو ظريف في النهار. لكن هو مش، ما تعتمديش عليه ان هو مرطب للبشرة، لا يعني مش المرطب الاساسي اللي تحطيه في السكين كير روتين بتاعك، سواء في يعني خاصة في الليل، لا مش ده اللي هتحطيه مثلا اخر خطوة في السكين كير روتين، ما ينفعش، يعني مش هتحسي ان هو هيعمل حاجة، تحسي ان هو ترطيبه سطحي كده، ما بيدخلش ما بيخترقش البشرة كده ويخليها مترطبة. بعد كده الكريم ده من بلو بيل اسمه ماليندا، كلمتكم عنه كتير قبل كده يا جماعة. الكريم ده انا بحبه قوي، كاتبين عليه الترا لايت مويسترايزر، يعني كريم خفيف على البشرة، هو فعلا مش تقيل على البشرة، ملوش ريحة، فهو طبي وحلو جدا للبشرات الحساسة. كميته كبيرة 120 جرام، وسعره كان تقريبا 238 من على الويب سايت بتاعهم، فيعتبر في المعقول. في مكونات بتجدد خلايا البشرة، لان هو مكتوب عليه ريجيفونيتنج، يعني بيجدد خلايا البشرة ويجدد دهون البشرة، فده يعني حاجة كويسة جدا، مفيد قوي للبشرة. المكون الاساسي او بنسبة كبيرة فيه نياسيناميد، والنياسيناميد زي ما قلت لكم قبل كده بيعمل تقليل لإفراز الدهون وبيضيق المسام، بيوحد لون البشرة، فده حلو جدا برضو للبشرات الدهنية او البشرات اللي بتطلع حبوب، لان هو انتي بتحطيه البشرة بتمتصه، بعد كده بشرتك ما بتزيدش ولا بتطلع دهون، فحلو جدا. كمان من مكوناته فيتامين اي، هيالورونيك اسيد، طبعا دي الحاجات المرطبة، تي تري اويل اللي هو زيت شجرة الشاي، برضو بتضيق المسام وبتقلل افراز الدهون، فده يعني بصراحة الكريم ده تحفة، يعني جربوه على ضمانتي، حلو جدا. طبعا يا جماعة هو اكبر من كده، بس انا قصاه طبعا عشان مخلصاه لغاية اخر نقطة، فهو المفروض العبوة كبيرة كده 120 جرام يعني. الكريم اللي بعد كده من ديرماكتيف اكتي ريبير سيكا كريم، ده يا جماعة كريم برضو بيجدد حاجز البشرة، بيرطب، بيهدي البشرة لو بشرة ملتهبة من الشمس او فيها حروق من الشمس، بيهديها وبيرطبها. المفروض ان هو بيقوي حاجز البشرة، وهو مكتوب عليه سيكا كريم. هو كميته زي ما انتم شايفين قليلة، 50 ملي، وسعره 159 جنيه على الويب سايت بتاعهم. بصوا يا جماعة هو كريم طبي وملوش ريحة، فدي ميزة طبعا للبشرات الحساسة زي ما انتم عارفين. بس الغريبة ان هو مكوناته كلها ما فيهوش حاجة تجدد حاجز البشرة زي ما هم كاتبين، فانا يمكن مش فاهمة. بس هو مكوناته عبارة عن مية، جليسرايل ستريت، شيا باتر، زبدة الشيا، كوكونات اويل، زيت جوز الهند، جريب سيد اويل، زيت بذور العنب، جوجوبا اويل، بانسينول، يعني كلها حاجات مرطبات ومهدئات لالتهابات البشرة. في نسبة صغيرة نياسيناميد جاية في يعني ترتيبها في الاخر، فكمية قليلة نياسيناميد، جليسرين، بس كده يعني، فكلها حاجات مرطبات ومهدئات للبشرة. كان مثلا ما فيهاش سيرامايدز، ما فيهاش بيبتايدز، ما فيهاش حاجات اللي هي بتجدد فعلا حاجز البشرة. هو حلو طبعا زي ما قلنا للبشرات المتدمرة من أشعة الشمس، حروق، حد استخدم أكريتين زيادة، فهو بيهدي وبيلطف. وأنا كنت عملت قبل كده شورت أو فيديو صغير كده على التيك توك، قلت لكم يعني يعتبر ده البديل المصري لاروش بوزيه سيكا بلاست، على اساس ان هو فعلا يعني طبعا ممكن يكون مش نفس قوة الفاعلية، بس هو حلو جدا لو فعلا بشرتك متدمرة او ملتهبة بشدة او تعرضتي لحروق من الشمس، فده هيكون حلو جدا كبديل للاروش بوزيه. واخر كريم معانا من شان، مخليلكوا احلى حاجة اخر حاجة، ده برضو ريجيفينيشن كريم، يعني بيجدد خلايا البشرة. وبصراحة يا جماعة هو تحفة تحفة تحفة. طبعا كميته كبيرة زي ما انتم شايفين، كميته 120 جرام،
اكتر من كل الحاجات اللي فاتت تقريبا زي مويست. وسعره ارخص واحد فيهم او زي مويست برضو 140 ل 150 جنيه. فحلو جدا ان هو بيجدد خلايا البشرة. المكونات بتاعته فعلا الحاجات اللي بتجدد خلايا البشرة، برو فيتامين B5، وفي كمان الانتيون. مادة الالانتيون دي اللي بتهدي البشرة من اي التهابات. حلو جدا للبشرات الدهنيه، البشرات المختلطه. بصوا يا جماعه، هو بس ليه عيبه الوحيد ان هو ليه فريجرنس شويه، في ريحه في البشرات الحساسه مش هينفع تستخدمه. هو تركيبه زي ماليندا، وانا ماليندا برضو من الكريمات اللي انا بحبها جدا جدا، وبحب احطه اخر حاجه برضو قبل ما انام، لانه بيجدد خلايا البشره، بيجدد حاجز البشره. فمهم جدا الناس اللي بشرتها بتتضرر من الشمس هيبقى حلو قوي معاها، ان هو بيهدي اي التهابات، اي حروق من الشمس. حلو جدا. استخدمتي مثلا سيرمز او استخدمتي ريتينول او اكريتين قوي على البشره والبشره التهبت، ده هيبقى حلو قوي ليها. ده تحفه جدا ككميه وكسعر. هو وماليندا حلوين قوي في تقويه حاجز البشره وتجديد الخلايا، فبصراحه حلوين جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم هو من مكوناته برو فيتامين B5 اللي هو بيجدد، المسؤول عن تجديد حاجز البشره، ولو في اي جروح او حاجه هو بيهدي وبيلطف، لو في اي حروق من الشمس بيهدي وبيلطف. مادة الانتيون دي اللي هي بتهدي وبتلطف الالتهابات. فيتامين اي، جوجوبا اويل، العسل، زيت خروة، زيت زيتون، يوريا، الوفيرا، الكامومايل، جليسرين، كل الحاجات دي طبعا ترطيب مع تجديد خلايا البشرة، فبجد تحفة وحلو جدا جدا، انصحكم بيه. وبس كده يا حلوين، نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا منه. اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا كنتوا جربتوا اي حاجة من الكريمات دي ورأيكم فيها ايه وتجربتكم معاها ايه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشير مع اصحابكم، وتابعوني على التيك توك وعلى الانستجرام، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.